السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو تكمله ديال الفيديو اللي قبل. هذا التيم هذا ديال باتمان، هذا الكاطو هذا اللي كيجي رائع بزاف، ساهل وفي نفس الوقت كيجي سريع. صراحه توجدوه بسرعه لوليداتكم، تفرحوا به هكا الوليدات. كيعجبهم بزاف بحال هاد لي تيم هادو، خصوصا هكا لي تيم اللي كيتفرجوا فيهم بطريقه اللي هي سهله. فاول حاجه غادي نحتاج لا جينواز كيف ما شفتوا معايا في فيديو سابق شاركتها معكم. غادي نخلي لكم الرابط ديال الجينواز اسفل الفيديو. فانا خديت طاوه كبيره وقطعتها، ومن بعد هكا درت لي جينواز ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنايا قديتها وصوبتها، هذه درتها بالبخاليني والاخرى بالفريز وهكا بالكركاع، وهذه درتها بالبخاليني. وكيف ما شفتوا خديت الكريمه طلعتها. بالنسبه لهاد الكريمه هذه اللي غنغلفوا بها، من الاحسن ما تكونش هكا عاقده بزاف باش ما تعذبناش. كيف ما شفتوا معايا انا خديت الكريمه ودرتها في البوش. انا استعملت الكريمه ديال هولالا، طربتها بوحدها البنات، ما زدت فيها لا سكر لا حتى شي حاجه. طربتها ومن بعد خديتها ودرتها في البوش باش تساعدكم بحال هكا انكم تخدموا هكا بطريقه اللي هي نقيه وفي نفس الوقت كتجي ساهله. خدموها البنات بالبوش. ننصحكم انكم تخدموا هكا هكا تحشيو الكاطو بالكريمه في البوش، وبالنسبه للتغليف حتى هو بالبوش كيجي ساهل. بالنسبه للكريمه كيف ما شفتوا معايا قلت لكم انا طربتها ودرتها هكا بوحدها. غير من الاحسن نتوما هذه اللي غتغلفوا بها ما تطربوهاش بزاف حتى كتطلعوا تعقد بزاف، حيتاش هكا منين غادي نجيو ليسيو باش تعطينا داك الوجه ليس. صافي هنايا غنستمر بنفس الطريقه كيف ما شفتوا معايا. هذاك شويه اللي بقى ليا غادي نعمرو بالكريمه اللي تبقات ليا اللي ما كاينش في البوش. هنايا ماشي مشكل واخا نديروها هكا من الفوق. وصافي غادي نستمر بنفس الطريقه. هنايا شاركت معكم نفس الطريقه باش ليسيت هذا الكاطو هذا، باش ليسيت الكاطو الاخر ديال سبايدر مان. هذه شاركت معكم هنايا الطريقه، وتما شاركت معكم الطريقه ديال الحشو هكا ديال باش كنحشي الكاطو ديالي. وبالنسبه للبنات اللي سولوني على حسب القياس ديال هاد الحلوه هذه او هذا الاطار هذا اللي استعملت 20 سنتيم، فانا كنت درتها في 15. صراحه جاتني شويه صغيره ومن بعد درتها في 20 باش هكا كيجي الكاطو كبير هكا وزويون حتى في الشوفه. وبالنسبه لي تيم كيف ما قلت لكم انا استعملت فيه سبايدر مان وباتمان. هنايا خديت الكاطو ديالي وبديت كنليسي بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا في الصوره. كناخذ هذيك سباتول وكنمسح كنغسلها وكنمسحها اولا كنديرها في الماء سخون وكنمسحها مزيان حتى كنشفها، وعاد كنبقى نليسي بها بنفس الطريقه. كنبقى تابعه البنات منين كتكونوا كديروا الكريمه زايده ما تزقرموش في الكريمه. الا بغيتوا الكاطو يجيكم ليس، هذه نصيحه من عندي، الا بغيتوا الكاطو يجيكم ليس وما تبقاوش واحلين علاش الاخرين هكا كيجي كاطو ليس وانا ما كيجينيش ليس، فما تزقرموش في الكريمه. حاولوا ديروا بحال داك الشكل اللي وريتكم الكريمه في البوش، ومنين تكونوا كتليسيو ما توركوش وتجبدوا من الكريمه من الجينواز. حاولوا تكونوا هي كتليسيو بيديكم تكون خفيفه. اما الا كنتو هكا كتزيروا وكتوركوا فغتحيدوا داك الكريمه كامله وما غاديش يجيكم السطح ديال الكاطو ديالكم مليسي. هنايا صافي بديت كنقاد بهاد سباتول هادي. فانا كنحاول انني ناخذ وقتي، ضروري هادشي كيبغي الوقت البنات باش يجيكم الكاطو ليس. فما يمكنش من الدقه الاولى انكم تليسيو وصافي وغتقولوا غيجيكم هو هذاك ليصاج مزيان وكلشي مزيان. لا، ضروري انكم تاخذوا وقتكم وتبقاو تليسيو وتعاودوا تليسيو وتعاودوا حتى كيتقاد لكم. انا خديت هنايا سباتول كيف ما كتشوفوا هذه اللي فيها هاد السنينات، درتهم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه وانا كنليسي وكنحيد هكا كنحيد هكا الزوائد. وصافي من بعد ما درت هذاك السنينات هكا طراسيت بهم. فانا ما عجبونيش هذوك الكبار، عاودت حيدتهم وعاودت درت الصغار. رشتو معايا بديت عاوتاني كنعاود في الليصاج. المهم خليت معكم كلشي في الفيديو ما قطعتوش باش هكا تشوفوا المراحل كامله. بالنسبه لهذيك السنينات انا ما عجبونيش هكا كبارين، عاودتهم درتهم صغار. صراحه هذا الشكل نتوما اللي كتحكموا فيه، والديكوراسيون داكشي اللي كيعجبكم هو اللي كديروا. هنايا بالنسبه لهاد الدميعات هادو خديت الكريمه، والكريمه اللي بقات ليا بيضه زدت عليها 2 معالق ديال الناباج، وزدت عليها كيف ما درت في الفيديو ديال سبايدر مان
بنفس الطريقه. غير هنايا درت الكريمه شويه ثقيله وداكشي باش ما جانيش الليصاج من الفوق كيف ما بغيت. صراحه ما عجبنيش الليصاج بزاف من الفوق كيف ما انا باغا. انا باغا يجي ما يبانوش ليا داك التكميشات او داك الطويات ديال سباتول، ما بغيتهمش يبانوا، ولكن ماشي مشكل. غادي نغطيهم هكا بالرقم وغادي نعمرهم هكا من الفوق، ما غاديش يجيو باينين بزاف. كيف ما قلت لكم هكا الكريمه درتها شويه عاقده، درت معالق 2 معالق ديال هذا ديال ناباج ولا حتى 3، المهم على حسب الكميه. انا راه قلت لكم 2 معالق القياس زعما ديال هذاك الكاطو اللي كنت درت معكم في سبايدر مان. هنا راه واقيلا درت شي 3 ولا 4، والله ما بقيت عاقله. المهم هادشي اللي كنت درت الناباج والكريمه صافي، هادشي اللي استعملت وخلطتهم مزيان مع داك الملون الصفر صافي وخدمت به. وفي الكاطو ديال سبايدر مان درت الملون احمر صافي. هذه هي الطريقه اللي درت. صافي هنايا غادي نبدا نليسي داك السطح ديال الحلوه ديالي مزيان حتى كيتليسا. واخا كيف ما قلت لكم راه لقيت معاه مشكل حيتاش الكريمه ثقيله، كون كان هذا الخفيف ما غاديش نلقى هذا المشكل هذا. هنايا خديت كيف ما شفتوا معايا هاد الورقه هذه، انا طبعتهم وقطعتهم ولصقتهم كيف ما قلت لكم بهذاك مسدس ديال الشمع. قطعتها كباتمان مكتوبه فيه امجد، وقطعت هادو ديال هاد الشكلات الاخرين ديال باتمان والاخرين ديال سبايدر مان. وصافي بديت كنحط بحال هاد الشكل هادو كنت موجداهم قبل. صافي وبديت كنحط بهاد الطريقه هذه كيف ما شفتوا معايا. جا هاد الشكل هذا ديال امجد فيه مكتوبه هكا في هذاك باتمان مكتوبه امجد، جات صراحه زوينه بزاف. هنايا ما عجبنيش في هذاك الحطه وعاودت عاوتاني. المهم نتوما كتبقاو الديكوراسيون على حسب نتوما وشنو بان ليكم وشنو راسمين في دماغكم وشنو الفكره اللي عندكم في راسكم بغيتو تطبقوها. صافي هنايا هادو تا هما بنفس الطريقه كنبقى كنورك كنقادهم كنحيد وكنرد. مهم الا بانت لي شي حاجه كتقادر غنقادها. هنايا هاد الكحل هادو تا هما درت لهم داك العبيدات ديال هكا ديال الاسنان، هما اللي درت هكا قاديت فيهم هادوك ديال باتمان. وهنايا كيف ما كتشوفوا باش ما نلصقش الورق ويتلصق ليا على الكاطو، فانا خديت هذاك خديت لاباطا سكر ولصقت عليها الورقه، وعاد من بعد لصقتها في الكاطو كيف ما شفتوا معايا. باش الا درتوا الورق نيشان فغادي يلصق لكم، غادي يلصق لكم في هذا، غيلصق لكم في الكاطو، وغادي ما غتجيو فين توصلوه البلاصه اللي نتوما دايرين فيها الحفله، او لا غادي دوز هذاك عيد ميلاد حتى غادي تفزق لكم الورقه وما يبقى الشكل ديالها زوين. من الاحسن ديروا تسيباريو الورقه مع الكاطو بهذا بلا باطا سكر. صافي هنايا هاد النجيمات حتى هما ضافوا واحد المنظر رائع بزاف كيف ما قلت لكم. درتهم هنايا هاد النجيمات درتهم بلا باطا سكر، درت الكحل ودرت هادو في الصفر. المهم طبعت ثاني نجيمات ومن بعد لصقتهم حطيتهم من فوق هذاك العويدات ديال الشوا، وحطيت شويه ديال لاباطا سكر من اللور وخليتهم حتى نشفوا بنفس الطريقه. رانا بينتهم معكم من اللور كيف ما شفتوا. هذا هو الشكل ديالهم. وبالنسبه لهذاك رقم 5 حتى هو كتبته ديال الوليد 5 سنين. المهم حاولت ما امكن ندير هكا شكلات مختلفين وفي نفس الوقت هكا قرابين لبعضياتهم. كيف ما شفتوا كاين شي حوايج كيجمعوا بعضياتهم بحال هاد النجيمات هادو. المهم حاولت ما امكن انني هكا نوصل داك التيم اللي بغاو الوليدات، وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. كتبت حتى هو حدا هذيك هابي، وهذا هو الشكل ديال لي غاتو ديالي. نتمنى انهم يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذه الحلقه في هذا الفيديو هذا. ونتمنى ان هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء كتعم الفائده، وكذلك تعرفوا على القناه. شكرا لكم بزاف على المتابعه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.